الفنان احمد وفيق، مساء الخير. مساء النور عليك. الفنان احمد وفيق، النهارده انا سعيد طبعا او فوجئت بكل صراحه بوجودك امام القنصليه العامه لجمهوريه مصر العربيه. وقد ايه كنت سعيد بهذه الفرصه، وقد ايه بحيي فيك وطنيتك يعني. انا اكيد يعني مصر جوايا في اي مكان بروح فيه، وكنت حريص ان انا عارف ان انا اثناء التصويت في مصر مش هبقى موجود، هبقى موجود هنا في فرنسا، فكنت حريص ان انا لازم احط صوتي في القنصليه هنا في مارسيليا يعني. شعورك ايه النهارده؟ اعتقد انت شاركت قبل كده في انتخابات، لكن ايه الجديد في انتخابات المره دي؟ الانتخابات المره دي ان انت عارف ان انت صوتك هيفرق في مصر، ان صوتك بقى له ثمن، بقى له حضور، ان انت ممكن تغير المواطن المصري، بقى بامكانه يغير. وشايل من قلبي فكره ان ممكن في وقت من الاوقات حاجه تتزور، ان خلاص خلصت بقى، ما عادش هينفع حد يجي يظلم مصريين بعد كده، وبقى شرط بيننا وبين اي حد هيترشح هنديك صوتنا، بس اوعى تظلمنا لان هنسحب الصوت ده منك تاني. طيب انا لو ينفع اسالك، انت اديت صوتك لمين وليه؟ انا رغم ان انا ما كنتش معلن يعني دايما اقول صوت لمين لاسباب كتيره، ان هي ان في مصر لسه عندنا فكره ال ال الاختلاف قد يؤدي الى خلاف. صحيح. ولكن بحكم ان انت فنان، فانت منوط بانك انت تبقى صاحب راي وحر، وبتعامل دلوقتي على ان انا مواطن مصري مش كفنان يعني. انا اديت صوتي للسيد عبد الفتاح السيسي. انا عندي ثقه فيه، راجل انقذني انا شخصيا من ان انا احبط، وان انا اشعر بالرعب على بلدي في لحظه من اللحظات. هو كقائد لجيش بلده اللي هو جيش بلدي انا يعني، خرجنا من الكابوس، ومش خرج مصر بس، ده حمى المنطقه كلها من كابوس كان هيجتاحها يعني. ده نمره واحد. نمره اتنين، ان الراجل في البرنامج بتاعه بيتكلم 1+1=2، وقال بصراحه، قال انه مش هينجح مصر لوحده، لازم كلنا كمصريين، وده اللي مطلوب بقى من المصريين يعني. اي رئيس هيجي على مصر محتاج المصريين يشتغلوا. طيب اذا كان لديك رساله لرئيس الجمهوريه القادم، تقول له في رسالتك؟ نمره واحد ان يراعي ربنا في الشعب المصري، وفي مصر اللي هي المفروض تبقى من اهم دول العالم، عندنا كل الامكانيات، احنا دوله غنيه، فقراء في الاداره. اعتقد ان الرئيس اللي جاي لابد ان يكون قادر على الاداره واستقطاب كل الكفاءات المصريه اللي موجوده في الكره الارضيه لاداره مصر بشكل جيد والانتفاع عليها. نمره اتنين، وهو يعتبر برضه نمره واحد، ان تكون مصر دوله قانون. مصر تبقى دوله القانون، القانون هو الحاكم في مصر، مفيش حاجه اسمه فلان او ابن فلان او ده فنان وده غلبان، لا. ما انا راجل، انا مقتدر من قبل ما اكون فنان، ونزلت في الثوره بطالب حاجه واحده بس، ان مفيش واحد مصري يبقى قاعد مرعوب، وان مفيش في مصر واحد احسن من حد. ما دام انت مصري يبقى ترفع راسك فوق، زي ما كنت ارفع راسك فوق، يبقى افقر واحد في مصر يرفع راسه فوق، يعيش بكرامته في بلده. وحتى لو بره مصر، المصري اللي عايش في مارسيليا، اللي عايش في باريس، يبقى فخور انه من بلد كبيره، يمشي في اي حته يقول لهم انا مصري. اعتقد ان ده شعور بدا يتجسد عند المصريين دلوقتي. تقدر تقول انا مصري. مصر ماليه الدنيا دلوقتي بانها بترسم تاريخها من اول وجديد. نعم. اتمنى ان ربنا يكرمنا يا رب، ودعوات المصريين ليها ان شاء الله. فنان احمد وفيق، بشكرك، وتحيا مصر. تحيا مصر.